السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده مع بعض فيديو جديد وتطبيق جديد. تخيل لو قلت لك ان الصوره الواحده دلوقتي ممكن تعمل شغل كان زمان محتاج فريق كامل من المصممين والمصورين والمونتر والممثلين. ده سؤال صادم بقى، هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياتنا البشريه ولا بدأت تسحب مننا الحياة نفسها؟ خليك معايا السؤال ده في دماغك لحد آخر الفيديو، لأن النهاردة هنتكلم عن تطبيق فيلير وتصميم AI وصورة وفيديو، واللي ناس شايفاه ثورة في صناعة الصور والفيديوهات، وناس تانية شايفاه بداية عصر التزييف كامل. اول حاجه لازم نفهمها ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموما بقت جزء اساسي من حياتنا اليوميه، من تعديل صور لكتابه محتوى، تصميم فيديوهات، وحتى تسويق وطباعه وانطباق لتقدير عمليه تسويقيه. لتطبيقات AI بينمو بشكل ضخم جدا كل سنه، لان الناس بقت عايزه سرعه اكتر من اي وقت فات. هنا بيجي دور التطبيق فيلير، واللي فكرته الأساسية للناس انه بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يولد صورة او فيديوهات وتأثيرات احترافية بثواني من غير خبرة مونتاج او تصميم. التطبيق بيقدم ادوات كتير جدا زي تحسين الجودة وصورة وتحويل الصورة لستايلات سينمائية، انشاء فيديوهات قصيرة، تعديل خلفيات، تأثير AI شبه اللي بنشوفه في الاعلانات الشركات الكبيرة، وده يخلي ناس كتير تستخدمه في صناعة محتوى تيك توك وريلز وحتى تصفحات البيع الاونلاين، لان الشكل الاحترافي بقى ممكن يتعلم من الموبايل بس، يتعمل من الموبايل بس. لكن كخبير في تطبيقات لازم اقولك ان اي تطبيق AI بيبيع لك فكرة احترافية سريعة لازم تبصله بحذر، لان السرعة احيانا بتكون على حساب واقعي او خصوصيات او حتى اخلاق استخدام، ودي نقطة مهمة جدا في فيلير تحديدا، لان بعض الناس بدأت تستخدم التطبيقات دي في تلاعب بالصور وصناعة محتوى مضلل او صور مزيفة بشكل صعب تمييزه، ودي من اخطر استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا. يعني ممكن حد يستخدم التطبيق في صناعة صور غير حقيقية لأشخاص أو منتجات أو حتى محتوى يخدع الناس على السوشيال ميديا، وعشان كده لازم تستخدم التطبيقات دي أصلا يكون بالهدف الإبداع مش التضليل. وأغلب المنصات الكبيرة أصلا بدأت تحط قوانين صارمة ضد المحتوى المزيف في النتائج بالذكاء الاصطناعي. ده حاجة كويسة جدا. اما عن طريقة استخدام الصح، فاهم حاجة انك تدخل بهدف واضح. هل انت عايز تعمل صورة موسيقية مثلا تسويقية، محتوى السوشيال ميديا، ولا فيديوهات قصيرة؟ لان التطبيق فيه ادوات كتير ممكن تشتتك. الافضل تبدأ بصورة واضحة بجودة كويسة، وبعدها تستخدم تأثيرات بشكل تدريجي، لان ناس كتير اشتكت ان المبالغ فيه فيلير AI بتخلي الصور شكلها مصطنع بزيادة. من واقع تعليقات المستخدمين على جوجل بلاي ستور، اكتر حاجة عجبت ناس هي سهولة الاستخدام وسرعة الاخراج الصور والفيديوهات، خصوصا للمبتدئين واللي ما عندهمش خبرة في البرامج او الفوتوشوب او البريمير. لكن في مقابل اكتر شكاوي ناس اللي كانت من اكتر الاعلانات وبعض الاشتراكات المدفوعة اللي بتقفل اهم مميزاته وبتخلي النسخة المجانية محدودة جدا. وفي تعليقات متكررة من المستخدمين قالوا ان التطبيق احيانا بيستهلك الانترنت والبطارية بشكل كبير بسبب معالجة الصورة على سيرفرات السحب، وناس تانية اشتكت ان بعض النتائج تطلع بعيد عن الصورة الأصلية بشكل مبالغ فيه. ومن أكتر التعليقات اللي ناس كتير تفاعلت معاها كان تعليق المستخدم قال التطبيق رائع في أول يوم، وبعدها تكتشف إن كل حاجة حلوة محتاجة اشتراك. والتعليق ده أخد تفاعل كبير، لأنه خلاص التجربة ناس كتير مع التطبيقات AI المجانية. طيب هنا سؤال مهم، المطور بيكسب ازاي طالما التطبيق مجاني؟ الحقيقة عمالين بنقول تطبيق مش مجاني، تطبيق كل حاجة فيه اشتراكات
حد او تاني يوم بس يلا بينا اشتراكات على طول. بيضحك عليك في اول يوم. ان في اكتر من طريقة ذكاء حقيقية ذكية جدا. اول طريقة هي الاعلانات، وكل ما تقعد وقت اطول جوه التطبيق المطور بيكسب اكتر. تاني حاجة الاشتراكات اللي بتفتح جودة اعلى وتأثيرات اكتر وسرعة معالجة اسرع. وتالت حاجة الطريقة ودي اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، ان بعض التطبيقات دي بتحلل البيانات الاستخدام بشكل عام علشان تعرف اكتر تأثيرات الناس بتحبها وتطور بيها خدماتها او الاعلانات المستقبلية. ده بيكون غالبا موضح في سياسة الخصوصية. ولو هنتكلم عن عيوب اللي ناس كتير ما خدتش بالها منها، فاخطر العيب ان اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي ممكن يضعف مهارات الابداع حقيقي عند بعض صناعة المحتوى. يعني بدل ما تتعلم تصور او مونتاج تبدأ تعتمد على زرار يعمل كل حاجة. وكمان بعض النتائج احيانا بتكون متكررة لان ال AI بيستخدم انماط جاهزة متشابهة. اما البدايل ففي بدايل قوية جدا زي كانفا، واللي بتنطق بالعربي كنفا، وده ممتاز لتصميمات سريعة وفي السوشيال ميديا. وفي كمان كابتا واللي بيعتبر من اقوى تطبيقات المونتاج لفيديوهات الموبايل. وفي ريميني متخصص في تحسين جودة الصورة القديمة البروتي. وكمان في فيس اب او اللي مشهور بتأثيرات وجه واقعية. فرق ان كل تطبيق فيهم مركز على نقطة معينة، وبينما فيلور بيحاول يجمع كذا أداة AI في مكان واحد. ورأيي المهني تطبيق فيلور مناسب جدا للمبتدئين وصناعة المحتوى السريع، لكنه مش بديل كامل لمصمم او مونتر محترف، لان بيعتمد على الابهار سريع اكتر، التحكم الدقيق. لو تستخدمه بذكاء ممكن يوفر وقت ومجهود كبير جدا، لكن لو اعتمدت عليك بالكامل ممكن تقف في اخر محتوى متكرر ومصطنع. دلوقتي نرجع لسؤال بدأنا بيه الفيديو: هل التكنولوجيا سهلت حياتنا؟ الإجابة ببساطة لكنها في نفس الوقت خلت الحقيقة نفسها قبل التعديل بضغط زرار. وده معناه ان الذكاء الاصطناعي مش فيه اي استخدام ادوات AI. الذكاء الاصطناعي حقيقي انك تعرف امتى استخدمته امتى ما تصدقهوش. ولو الفيديو ده عجبك متنساش تعمل لايك وشارك في القناة وتقولي في التعليقات: هل التطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبل الابداع ولا بداية نهائية للمحتوى الحقيقي؟ سلام.